أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نستنكر هذا الفعل الشنيع الذي قام به أحد يعني توافه نسميه، يقوم بحرق كتاب الله المقدس. هذا الكتاب اللي نزل على نبينا الأكرم اللي هو كلام الله عز وجل، وإن شاء الله ينال جزاء العادل، وإن شاء الله القرآن يعثره. نطالب من الحكومة أنه إعدام، تعدمه أمام الملأ حتى يكون عبرة، حتى بعد ما حد يتجاوز على كلام الله عز وجل. وشكرا. بأشد عبارات الاستهجان والاستنكار خرجت هذا اليوم كوادر مستشفى الزهراء التعليمي في مدينة الكوت للتعبير عن رفضها وغضبها لظاهرة إحراق القرآن الكريم، هذا الكتاب المقدس الذي أنزل على أشرف الخلق والمرسلين النبي الأمين في أحد الدول الأوروبية. حقيقة ازدراء الأديان لديه تاريخ طويل من بث العنف والكراهية بين الشعوب، والتي لا تؤدي إلى السلم أبدا، وإنما تؤدي إلى مزيد من زيادة الفجوة والاحتقان وأيضا إراقة الدماء. هذا القرآن الذي يفسر وفسر لنا الظواهر الكونية، هذا القرآن الذي منحنا فسحة من الطب، هذا القرآن الذي أعطانا العديد من المشاهد الفيزيائية، إنا خلقنا الكون وإنا له لموسعون. هذا القرآن الذي أراد أن ننفذ إلى أقطار السماوات ولكن أعطانا السلطان وهو العلم. هذا القرآن الذي فسر لنا ظاهرة الليل والنهار، هذا القرآن الذي فسر لنا ظاهرة النشأة الأولى للخلق والبذرة الأولى. لذلك هي دعوة لنبذ هذه الطرق المشينة والكراهية والعنف، أننا متأكدون تماما أن لدى الدول الأوروبية النفس الواسع والصدر الكبير والرحب للتقبل مثل هكذا أفكار وآراء، وهي درج هذا الموضوع ضمن العنصرية وضمن أين هي النازية؟ أين هي دعاة البشرة السوداء والعبودية؟ أين هم الآن؟ أين هي الشوفينية؟ هذه كلها ظواهر انتهت واندثرت بالزمن، وانتهت واندثرت بالتثقيف. لذلك واجب على الدول الإسلامية العظمى أن تنفذ إلى تلك الدول وإلى مصنع القرار لجعل هذا الموضوع عالمي وتدويله وليس محليا. نجب ونستنكر العمل الإجرامي الذي قام به هذا الزنديق بحرق كتاب الله العزيز، وهذا ليس من الحريات في الأديان. ليس هناك دين يجيز حرق كتاب الله السماوي. فبهذه المناسبة يعني نطالب أنه الأمم المتحدة وكل من له مسؤولية أنه يصدرون قانون بمنع تلك التصرفات المشينة.